بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح النور وصباح النشاط، رمضان كريم علينا جميعا. يلا بقى نعمل الزبادي بتاعة رمضان بكل سهولة، من غير فرن ومن غير خلاط ومن غير مكنة زبادي ولا اي حاجة. هنعملها كده بلدي بطريقة سهلة وبسيطة، من غير اي افتكاسات، وكمان مش هتكلفنا كتير وهتوفر معانا. كلنا شايفين دلوقتي هنعمل مع بعض الزبادي. جبت علبة صغيرة، العلبة دي ب5 جنيه، عشان طبعا نعملها خميرة للزبادي. فطبعا العلبة الصغيرة دي غالية جدا ومش هتعمل حاجة، فعملنا الزبادي من كيلو لبن. على حسب بقى المنطقة اللي انت هتجيبي منها كيلو اللبن، يا ب25 يعني لحد 30 جنيه. ايا كان اللبن هيكون عامل ازاي، بس هتعملي كمية زبادي حلوة من كيلو لبن، من 7 كوبايات ل8 كوبايات. وطبعا الكوباية بتكون مليانة جدا. ولا حطيته في الخلاط ولا اي حاجة، انا غليت اللبن بتاعي كويس. ولما اللبن كده بقى حطيت صباعي فيه وقدرت ان انا استحمله يبقى دافي كده زي دمعة العين، جبت علبة زبادي ودوبتها ونزلت في اللبن، وجبت المضرب العادي بتاعي خالص اهو، وقعدت اقلب اللبن بالزبادي لحد ما فكت معاه خالص. ولا حطيته في الخلاط ولا اي حاجة. وجبت الكوبايات بتاعي وجبت صينية كده، اي صينيه عندك، بس يعني يفضل ان هي تكون صينيه تيفال، بلاش تكون صينيه ألمونيا، عشان الصينيه الألمونيا لما بتحطي فيها الميه سخنه بتزرق. ولو ما مش متاح عندك غير صينيه ألمونيا، يا ريت تحطي في الميه السخنه دي شويه خل، عشان ما تزرقلكيش الصينيه اللي انت هتقعد تحطي فيها الزبادي. دي زي حضانه كده للزبادي او زي مكنه الزبادي. بدات ان انا افضي اللبن بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، على حجم الكوبايه اللي انا عايزاها. وزي ما انا قلت لكم، كيلو اللبن بيعمل من 7 كوبايات ل8 كوبايات، وحجم الكوباية كويس جدا، وكمان تقيلة ودسمة وحلوة جدا. وانت كمان لما تكوني بتجيبي اللبن تجيبيه من عند لبان كويس، عشان يعمل معاكي الزبادي كويس. هو عمل معايا اهو 7 كوبايات كبار، وعمل معايا كمان كوباية صغيرة. غليت مية كده في الكاتل ونزلت عليها كده في قلب الصينية بتاعتي. دي بقى زي حضانة فعلا، هتساعدك ان الزبادي تربط معاكي من غير ما تدخليها الفرن خالص. يعني انا ما دخلتهاش الفرن ولا اي حاجة. غطيها بقى كويس، انا غطيتها بالبتاع الخشب دي، البلانشة الخشب. وبعد كده حسيت ان انا لو جبت غطا حلة هيكون احسن، يعني غطا حلة على حجم الصينية هيكون احسن وهيدفيلي الزبادي احسن. وبعد كده يا بنات غطيتها بفوطة. انا عملتها في اليوم ده كانت الساعة 2 الظهر، اللي هو كان يعتبر قبل الصيام بيوم، يعني هنسحر بيها بالليل اللي هو يوم الحد. ودفيتها كويس جدا وغطيتها كمان بفوطة تانية. وبعد كده جيت على الساعة 12، بصيت عليها، هي طبعا ربطت من بدري بس انا اديتها حقها يعني. فبدأت ان انا افتح عليها اهي، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. ربطت وجميلة ما شاء الله، وطالعة متماسكة جدا. هنشوفها مع بعض اهي. وبعد كده حطيها بقى في التلاجة واسحبي منها. فعلا زي ما انا قلت لكم موفرة جدا. والكمية دي هتقعد معاكي يومين من كيلو لبن، على حسب لو انتوا أسرة مكونة من 4 أفراد. ففعلا اعملي الزبادي في البيت في الغلا اللي احنا فيه. لا، الزبادي في البيت حلوة جدا. كيلو اللبن زي ما انا قلت لكم هيعمل معاكي كمية موفرة هتقضيكوا يومين. لو حسبتيها هتلاقيها أوفر كتير من الزبادي اللي احنا هنجيبها من بره. وكمان دسمة وحلوة جدا. جربيها على طريقتي متماسكة والله يا بنات زي ما انتوا شايفين، وبتطلع حلوة جدا جدا جدا. دي تجربة سنين، وانا بعملها من سنين ومتعلماها من امي من سنين. ودي الطريقة اللي انا بعمل بيها الزبادي. لا بدخلها فرن ولا بحطها في مكنة زبادي ولا اي حاجة، وبتطلع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اتمنى تعملوا لايك للفيديو. مع السلامة.